الذين تربوا على فلسفة الغرب لا يحترمون عدوا ضعيفا، والضعيف هو من له حق ولا يصر على حقه، ونحن لنا عندهم ألف حق وحق. وما كنا بأمة ضعيفة بل كنا أحسن أمة أخرجت للناس. يقولون ها نحن أبناء عم، فيقولون جئناك كي تحقن الدم، كن يا أمير الحكم. قل هم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، واغرس السيف جبهة الصحراء إلى أن تجيب عليك الجماجم والجثث. كيف تخطو على جثة ابن أبيك، وكيف تصير مليك على من حرموك، كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها. لو كان لعبات الرمال في سيناء أن تكلم لما استطعت أنت أن تستمع. أنا أبطالنا الذين وقعوا في الأسر عام 67 أبطال هذا التحقيق قد وصلوا إلى المرحلة الثانية من بين مراحل ثلاث يحللها بعين الخبير هذا الضابط المصري. المرحلة الأولانية كانوا بيقولوا أي حد يقابلوه وهم بيندفعوا. المرحلة الثانية كانوا بياخدوا أسرة لغاية ما كملوا العدد اللي هو يقدروا يخدموه، يعني طاقتهم الاستيعابية. المرحلة الثالثة كانوا بيبادلوا العسكري بالبطيخ. شحنونا في عربيات نقل بتحمل حيوانات وتحمل، خلاص مفيش بقى آدمي، يعني في استعمال آدمي مفيش. تعامل لا مؤاخذة، تعامل كأنه حيوان راكب. فينا عسكري بيريح جسمه، يعني قاعد مقرفص وراسه دي في وسط بين رجليه وايده على راسه، قرفص وايده على راسه وقاعد على يعني ركبته دي فوق كده. فعيل يعني معانا عاوز يريح جسمه، يا دوب ان شال على راسه طلع راح جاله صايده في العالي، راح ملاش العيال راح صايده، مات وقعد في وسطنا في العربيه. طبعا خلاص كل بقى اتلم وسكت، وقعدنا راكبين في العربيات تجيبنا لحد ما وصلنا بير سبع. يعني شويه راحوا بير سبع وشويه راحوا في حته ثانيه انا ما اعرفهاش، لكن شويه ركبوا القطر، ركبتهم في القطر عساكر، حطوهم في القطارات في عربيات الحيوانات وركبوهم فيها، لدرجه انه كانوا عدد كبير جدا كان بيتخنق جوه العربيه. لا ده كان النقل بقى من سينا لبير سبع دي كانت كارثه يعني. وبئر السبع 18 يوم 19 عمالين يجمعوا فيه اسرى، جابوا 10 عربيات لوري كبار حملوهم اسرى، واللي فضل راحوا دينه بره. وكان موسى ديان واقف، وربنا هينتقم منه برضه لانه ده قائد ومسؤول. لما نزلت من العربيه كنا وسط صفين من العساكر بيضربونا بالشلاليه، وبعدين بس تبص تلاقي كحكه، عارف الكنافه الشرقي اللي ملفوفه بدوائر دواير دواير، بصينا لقينا دواير 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 ملفوفه كده، عباره عن بني ادمين نايمين نايمين في دواير، جنود مصريين ضباط من كتائب اخرى من كتائب. ده كان مكان تجمع الاسرى، تجميع الاسرى. كان دول بقى يمكن مثلا حوالي من 2000 ل 3000 واحد، 2000 الى 3000، حاجه مرعبه يعني، كميه مرعبه من البني ادمين. وكشافات مسلطه على الناس، وعمالين يضربوا الرصاص من تحت لفوق بحيث ان ما فيش حد يقدر يقوم يقف. في هذه الأثناء كان الذي كان يومها لواء الفريق سعد الدين الشاذلي قد قطع سيناء كلها في يوم بضع يوم ب1500 رجل، ولم يخر من رجاله ومعداته سوى حوالي 10%. وفي هذه الأثناء كذلك كان الإسرائيليون قد تمكنوا من المدنيين المصريين.
هنا في مدينة العريش ارتكبت شراذم إسرائيل بعضا من أكثر فظائعها فظاعة بحق آلاف من العزل الآمنين. هكذا يتذكر الحاج عبد الكريم يوسف الجعفري الذي تطوع وقتها للعمل مع المخابرات الحربية المصرية، واستحق عن ذلك واحد من أعلى درجات التكريم. بيقتلوا طبعا، قتلوا مثلا ملكيين، قتلوا مدنيين، وقتلوا جيش برضه قتل. يعني اللي قتلوهم دول كانوا مستسلمين؟ مستسلمين طبعا، يضربوه بالنار على طول. لموه في العربيه بتاعتهم واخذوه، طبعا الله اعلم ودوهم فين، قتلوهم موتوهم، ما اعرفش عنهم راحوا ودوهم. كم واحد من البلد تقريبا؟ تقريبا من البلد اخذوا حوالي في المنطقه دي حوالي 250 نفر، ما نعرفش وين راحوا لحد اليوم. لا ما نعرفش. طلعنا بتاع 2 كيلو او 3 خارج البلد، فجت عليهم 3 اسرائيل ضربت علينا، احنا فاكرين انها تضرب، انا بالله انها تضرب شباب، لان غالب الناس كانت ايه لابسه مدني. نعم. فايامها يعني انا كنت اعرف اقرا الكتابه، كلمه فيها ارفعوا الرايات البيضاء وعودوا الى منازلكم جد فعل اسرائيل لن يفعل لكم شيء. مسكوا الفرد ادوه ضرب بعد شعر راسه، ضرب بارح يعني كانوا كونوا تقريبا حوالي عن 5 6 عصي او 8 عصي من العصايه التخينه، اصروهن علي انا بنفسي يعني، وكونوا بالتجاره في صوره تدهين بين لغايه الحين تجاره، ودوني لمؤاخذه حقنه عشان يعذبوني باكثر، لمؤاخذه قوموا وبالعصايه دق على الترابيزه. المجموعه كانت 16 عسكري كانوا ماشيين من منطقه الميدان، ومجموعه ثانيه كانت حوالي 14 واحد 17 عسكري برضه ماشيين، ومنطقه فيها 16 واحد. كانوا قاعدين كده تحت الشجر، شافوا طياره هليكوبتر سلموا مسلمين، كانوا مسلمين يعني، نزلت الطياره طخوهم هم 16 كده موتوهم وقاعدين. و12 واحد كانوا ماشيين على الطريق برضه رافعين رايات بيضاء كده ماشيين على الطريق، لحقتهم الدورية السعودية مسلمين، فاخوهم طبقوا كده ورموهم اخوهم ضربوا النار وموتوهم. في المعسكر الجديد بتاع بير سبع جه القائد بتاعه قصير كده وبيمشي مشية جامدة زي النازي، ظابط يعني، وبيلبس نظارة من بتاعة الجستافو دي السوداء خالص، وبينطق كلمات قليلة جدا لكن بتتحول لقرارات. فقلنا له يعني الدنيا شمس وبرد قال لي ظباط خيمة ونعمل لهم دور مية ماني، يعني عبارة عن خيمة تتعمل بحفرة ونوصل لهم حنفية مية. العساكر لا، ابتدوا يركبونا قطر بضاعة، احنا بقى جنب الحديد، ركبونا قطر بضاعة عربيات مقفلة تماما، لا فيها لا نفس ولا خرم إبرة. كم واحد في العربة الواحدة؟ العربية الواحدة لا يقل عن 200 واحد فيها، 300 واحد، 250 واحد، يعني عدد حاسين ان احنا راكبين فوق بعضنا، مفيش تهوية مفيش نفس. بعدها اخدونا في عربيات عريانه مكشوفه ما عليهاش مشمعات، وقعدت العربيات دي تمول بينا من بئر السبع الى شمال اسرائيل الى منطقه عتليت بالطول، موقفين اطفال المدارس بازايز مقترح يحدفونا بيها واحنا جوه العربيات. طبعا غنايم واخدينها طرحه، اهالي طلع علينا، اللي طلع علينا بالطوب واللي طلع علينا مش عايز ضرب بقى فينا. الله لما قربنا ناحية بوابة عفريت كان موجود عدد ضخم جدا من الشبان والشابات واقفين يستقبلونا بانهم بقوا يضربوا بالطماطم وعلب
الحاجة بتاع الفارغة ويشتموا. ابتدوا يشتموا في جوان عبد الناصر طبعا، وفي ام كلثوم، وفي النبي محمد، وطول ما هو يعني شتائم عنيفة جدا يعني. فتحت البوابة ودخلنا، لقينا في الجنة. قال لك كل اللي لابس مغزى جزمة تقلعها. ماشي، قلعنا الجزمة لازم تنفذ بقى. قال لك كل طوابير خمسات، كله خميش يعني خمسات كده. الأرض، في ناس بيقول لك الأرض فرشاها بالرمل، بالفراشات بزالة المدبب. بقينا نمشي على شوية على صوابعنا، شوية على نعوج رجلنا، شوية على كعب رجلنا، من البزلت اللي بيخش رجلنا واحنا ماشيين. من المنطقة، من السكة الحديد لحد ما وصلنا المعتقل حوالي 2 كيلو. 2 كيلو على بزلت 2 كيلو على البزلت ده. هل منطقة تصادف اللي هي فيها بزلت، هو انت حاسس ان هو من لا، انا حاسس ان هو معمول متعمد، مش محطوط كده. لان هو قال لك لا مؤاخذة اقلع الجزم. طب معنى اقلع الجزم يعني ايه؟ فكان في أسرة بقى، رحت لقيت الأسرة كلهم في المعسكر ده رجليهم دي خر دم في الأرض وهم ماشيين. فطبعا أول ما دخلت قلعوني لا مؤاخذة، كان لا مؤاخذة لابس جزمة تقلعها وتمشي على الشوك ده. إيه ده؟ طب إزاي؟ أنت بتمشي إزاي على الشوك ده؟ قالوا إحنا ما إحنا هنا بقالنا كام يوم وإحنا. طب ما بتاكلوش؟ لا، تاكل مرمية، حاجة فضيحة. في آخر النهار طبعا الجوع بقى وبتاع، احنا عاوزين ناكل. فراح جاب لنا بنات شبه عراه يعني، كل واحدة معاها الزنبيل اللي هو المقطف ده مليان قشر برتقال، وبقى يحبوا كل معسكر قطفين قشر عشان ناكل. قشر برتقال. قشر برتقال، البرتقال يفاوي ده القشر بتاعه. بقينا ناكله، كلنا القشر. عنبر كبير كده، فكان تقعد على البلاط طول الليل في الثلج، وبالنهار بالارض تطلع تقعد في الشمس طول النهار. العنبر ده كان مساحته قد ايه؟ كان عددكم انتوا احنا داخل كل عنبر فيه 100، بس هو كان يعني ممكن يكون مثلا كان مساحته حوالي 100 متر، لان كان كل واحد بينام جنب الثاني ويدفي نفسه بظهر الثاني، ما كانش فيه مكان. وكانت دورة واحدة، دورة مية واحدة لل8 عنابر. حفرة ترنش محفور قصاد بعض، 2 ترنش قصاد بعضهم، حاطين ألواح من الخشب فيها فتحات، ونقعد كل قصاد بعضينا نأدي حاجات. انت قاعد وشايف اللي قصادك، الشخص اللي قصادك شكله ايه. طبعا ده شيء مرعب جدا. مش ممكن تخيل انك انت قاعد وشايف زميلك عمال يأدي حاجته قصادك، وخصوصا انها مده محدوده اللي بيسهل لنا فيها ان احنا ندخل دراسه الميه. دورة ميه مكشوفه عباره عن لوح خشب كبير قوي قوي قوي، في خروق كده، والمخزن كله بيقعد جنب بعضه وقد بعضه. 8 عنابر في 100 يعني 800 واحد على دورة ميه واحده، وحنفيه ميه واحده شربت 8 عنابر. هي شغاله كده من فوق، وتحط بقك كده وتشرب. قيس على كده كل حاجه. الاكل في الاول كان يجيب الاذان بتاع الاكل يسيبه في وسط الناس، تقوم الناس تهجم عليه، اللي يلحق ياخد واللي ما يلحقش ياخد خلاص يجوع. عيش توست كل 12 رغيف، كل 12 فرد ياخدوا رغيف، قطع طرنشات، وكل واحد ياخد ايه نصيبه من الرغيف. في تطور يعني. هو في الاول عمل ضغوط شديده جدا عليك بحيث انك انت تنحق، يعني يبقى في شكل من اشكال السحق النفسي، الشعور بالدونيه شديده جدا. فجاء دور في الاستجواب، هو بياخد الوقت يستجوب ويعرف الصحة ويعرف درجة الذكاء ويعرف درجة وياخد منه عينة دم ويعرف درجة قوة صحته ويعرف كل الحاجات دي بيديتها عنده. وبعد كده يجي ينده، في ناس تروح تتسأل وتيجي، وفي ناس تروح تتسأل ما تجيش. كان بيحط تصنيف تفصيلي للحياة في قلب مصر،
طبعا يعني جزء منها مخابرات عشان يبقى عارف ازاي يتحرك، لكن الجزء الاخر هو بيصنف الشعب المصري. لكن فصيلة الدم ما دخلها؟ مش عارف مش عارف. اتهمهم بالتجارة في أعضاء الأسرة واتهمهم رسميا، لأن أنا عندي محمد رمضان من البحيرة كان معايا وكان قاعد بياكل معايا. أول يوم خدوا منه عينة دم، ثاني يوم جه معمول عملية وهو ما كانش عيان. بعدها عملت مشكلة وعملت دوشة وقلت ازاي يحصل كده، خدوه ما جاش. هل سمح ليك او لاي حد من الاسرى انه يتحدث بشكل منفرد مع اي ممثل من ممثلي الصليب الاحمر؟ لا، مفيش حد تحدث معاهم الا لما حصلت المظاهرة. كان حصلت لي مشكلة مع برضه المشاكل ورايا مع الاثنين الحرس، فطبعا احنا جينا متأخرين، وكانوا طبعا لهم عاملة خاصة بالكرباج جاي يتعامل معايا. فانا طبعا هو ايده طويلة وانا عاوز يعني ايه العيشة من المهم، انا كانت ايدي طويلة زي. سبب بقى المشكلة الكبيرة لما جه عسكري بيفتح الشباك عشان يجيب مية، راحوا ضربوا طلقة طبعا طيارين ايه دراعه، خرجت كل عنابر الحفير كله بلغ بعضه، خرجت كل العنابر 5000 اسير كلهم في مظاهرة. يعني المظاهرة دي بدأت من حوالي الساعة 9 بالليل تقريبا، استمرت لحد قبل الفجر، شدينا كلنا مظاهرة جامدة يعني. ثم جابوا اللواء قال لك بس يعني هيسكتهم بقى، اللواء راجل رتبة منهم صحيح يعني احتراما للراجل المصري برضه في نفس المنطقة، اخواني الاسرى المصريين، انا اللواء صح يعود، نرجو الهدوء وكل طلباتكم هتتنفذ، ومعانا مزيد من الصليب الاحمر ومعانا وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وكل مطالبكم هنمر عليه عنبر ونشوف مطالبكم ايه. يجي محاضر واحد محاضر اعمى وجاي قاعد مع عمال يتكلم على علاقه بين اللغه العربيه واللغه العبريه، وان احنا ولاد عم، وان احنا قرايب، واللغه شوفوا انتوا بتقولوا واحد احنا بنقول احاد، انتوا بتقولوا اثنين احنا بنقول اثنين ولا مش عارف ايه، شموني 8 انتوا بتقولوا كده. وقعد جايب مجموعه من الامثله كتير، وبعدين في الاخر يقعد يعيط ويقول يعني احنا نفسنا ان احنا نعيش في امان، احنا نفسنا ان احنا نعيش في سلام، انا نفسي نطلع من الخنادق، ان احنا نعيش مع بعضينا. الطريقه في الكلام بطبع بشكل او اخر لابد انها تسيب تاثير على الرجل الاسير ده، هو اللي هم وضبوه بحيث ان هو يقبل هذا الكلام. اريدك يعني تتذكر لي بعض الامثله ان كانت هناك امثله لمن يمكن ان نسميهم ضحايا لاساليب والتخطيط الفكري النفسي من جانب الاسرائيليين، سواء في مراحل الهدم النفسي الاولى او في اسلوب الخطاب بعد ذلك في اساليب. بعد ما رجعنا من الاسر وواقفين كنا هم سابونا الكليه الحربيه شويه يعني، وقف واحد دكتور من الاسرى يصلي، وفجاه بصينا باصص لربنا كده وقال ده عمايل على ظالم، ده اللي بيدي، وانفجر عمال خانق صلاه مع ربنا. مش واحد بقى، كل الاسرى حتى الان عندهم مشاكل نفسيه، بما في ذلك انا بالطبع. انا ما اقبلش ان حد يمد ايدي دلوقتي، مثلا لو كان عندي علبه سجاير في ايام ما كنت بدخن يعني، وياخد سيجاره من علبتي، انا ادي العلبه كلها، لكن ياخد سيجاره من علبتي. ولما يعني انا مش بخيل يعني، انا ممكن، لكن لما ابتديت ابحث هذا الموضوع لقيت ان الراجل نشفن على عيني النضاره، واصبحت دي موجوده لغايه دلوقتي عندي اشياء كتير جدا، مشاكل نفسيه مش ممكن يتم.
إذا كان جانب من الإسرائيليين يستحق اللعنة، فإن جانب آخر يستحق الشكر. فقط عندما فتش هذا الرجل في الوثائق السرية لوزارة الدفاع الإسرائيلية عام 94، فقط عندما اهتمت بالموضوع بعدها بعام كبريات الصحف الإسرائيلية، بدأنا نحن نتحرك. أم ترانا تحركنا؟ You know, it's interesting. I found that the Egyptian response was very interesting. أتدري شيئا؟ لقد أثار رد الفعل المصري فضولي. لدي إحساس بأن الذي ضايقهم لم يكن حقيقة أن جنودا إسرائيليين قتلوا أسرى حرب مصريين. لقد كانوا يعلمون ولم يكونوا بحاجة إلي أو إلى أحد من زملائي كي يخبرهم بذلك. إننا نحن الإسرائيليين ما زلنا نبحث عن جثث جنودنا في حرب 48، وهو شيء لا تجده في العالم العربي. فماذا إذا عساه يحدث لو طلب الشعب المصري حكومته بالبحث عن ذويه؟ ولذا لم ترغب الحكومة المصرية في سماع مزيد، وإنما قالت: حسنا، أعطونا تقريرا تعترفون فيه بأنكم أشرار وبأنكم أخطأتم، نعرضه على شعبنا ودعوا الأمر ينتهي. The Egyptians said, okay, please give us an official report that will say that you are bad and you did wrong. We'll show it to our people and let's finish with it. اتصلنا بالسفير المصري في تل أبيب محمد بسيوني. طلبوا أسئلة مكتوبة عن طريق الفاكس، بعثنا بها ثم اتصلنا مرة أخرى. جاءنا الرد اعتذارا عن عدم الحديث. زي ما بيقول المثل البلدي عندنا: باب البيت منه الريح سده واستريح. هو نوع من العجز. إنما جاء الرد عن طريق الأمانة العامة في مجلس الشعب. الوزير الخارجية بيقول لي يعني بالنسبة للمجرمين الذين ارتكبوا هذا الجرم، الحكومة الإسرائيلية يعني بتحقق في من هم إيه؟ ده هم بيحكموا الآن إسرائيل. يعني باراك شخصيا الآن أحد هؤلاء، وبيريز وما اعرفش مين ونتنياهو كلها وانت عارف الحاجات دي كلها. فأما موضوع التعويضات فهو موضوع محادثات بين الحكومتين. هي دي محادثات سلام كمان. وكما تفضلت هي ليست قضية دبلوماسية خالصة، ولكنها مسألة وطنية الدرجة الأولى، ولا نستطيع تناسيها، لأن الرأي العام ننساها لأنها بتمسه مساس عاطفي وإنساني وتاريخي وحضاري. وبالتالي الخارجية المصرية تحركت في البداية أولا على مستويين: مستوى مع الجانب الإسرائيلي أدى إلى أن شكل شيمون بريز رئيس الوزراء التالي لرابيل في نهاية عام 1996 لجنة إسرائيلية لبحث هذا الموضوع، وما سربه بعض الإسرائيليين عن ذكرياتهم حرب 56 وحرب 67. هذه اللجنة ظلت تبحث من 95 حسب معلوماتنا إلى سنة 98، انتهت إلى تقرير يبدو أنه تقرير يثبت عدم وجود أدلة، وهذا متوقع طبعا من الجانب الآخر، ولكن لم نبلغ بشيء حتى الآن. لا أستطيع الإجابة الآن، فلا علم لي بهذا التقرير، لم أره. أعلم أنه موجود لكني لم أقرأه ولا أستطيع الإجابة. Retired General Aharon Doron, who was appointed by Prime Minister and Defense Minister Shimon Peres. توصل الجنرال المتقاعد أهارون دورون الذي عينه رئيس الوزراء آنذاك شمعون بيريز لكتابة التقرير، توصل إلى نتائج مشابهة لما نشر، وهي أن ثمة أسرى سيئت معاملتهم، وأن أفعالا مشابهة ربما أيضا قام بها المصريون ضد الإسرائيليين رغم عدم وجود دليل على ذلك. رفع هذا التقرير برمته إلى السلطات المصرية، وهي حرة في الكشف عنه ونشره إن شاءت. Was given to the Egyptian authorities
And for them, if they chose to declassify it and publish it in their press, they were free and they are still free to do it. أنا أعتقد الظروف والظروف الاحتلال وظروف التطورات اللي على الساحة العالمية واللي بتحارب عشان تستعيد أرضك وكل الحاجات كلها ساهمت في هذا يعني. لكن زي ما قال عمرو موسى وسئل السؤال ده قال لك ان هذه القضيه الملف على القضيه دي مفتوح وان مصر لم تغلقه وهيجي الوقت اللي هيفتح زي نهب ثروات سيناء. وبالتالي لا علاقة لهذا الملف باحتمالات التسوية ومسيرة السلام. هناك ملفات كثيرة سوف تفتح أيضا. إسرائيل استنزفت بترول سيناء، إسرائيل قامت بحفريات أثرية في سيناء، قس على هذا في كل الأرض العربية المحتلة. أنا آمل أن يكون ذلك، ولكن إذا أصرت الحكومة المصرية فليس الباحثون، لأن الباحثون لا يمكن أن يروا الأسرار الآن. الأسرار هذه مخبأة من الجانبين، ولكن كما قلت إذا أصر أي طرف، مثلا الطرف المصري، يستطيع بعد ذلك مع الطرف الإسرائيلي مع المسؤولين وليس الباحثين. بالنسبة للجان تحقيق تشكل من قبل حكومات، والجان تحقيق تشكل من قبل حكومات إسرائيلية إلها لقب عنا بسموها، هذه الكلمة يمكن غير ملائمة للتلفزيون، بسموها لجنة غطاء، معناته غطاء أو غطاء على التهمة. هذه اللجان معناتها أن تدفن القضية مش تكشف القضية، وهذا يرجع حتى إلى لجنة تحقيق عملوه على فساد داخلي إسرائيلي، مش فقط على أمور إسرائيلية عربية اللي هي أكثر حساسة. أنا أرى أن يتم تحريك الأمر على مستوى الحفر الدولية، وأن تقوم بلجنة شعبية مصرية تتبناها نقابة المحامين، تتبناها إحدى منظمات حقوق الإنسان التي تملأ مصر. أنا يا ريت لو في إرادة عربية الآن للأسف لا توجد، يا ريت يبقى فيه دير ياسين، يبقى فيه كفر قاسم، يبقى فيه قانا، يبقى فيه بحر البقر، يبقى فيه طائرة سلوى حفظي، يبقى فيه أسرى 67، يعني يبقى فيه نوع مما فعله الصهاينة بنا كعرب وليس كمصريين. أنا قلت يعني لابد من توفر إرادة سياسية تعتقد بصحة وبمصداقية أو بأهمية أن المطالبة بهذه الحقوق، وأنها غير قابلة للمساومة تحت أي حسابات سياسية. في هذه الحالة يمكن واثنين، أنا رأيي العام مصر لابد أن يتحرك ليضغط على قيادته من أجل المطالبة بالمحاكمة، مش محاكمة فقط، في محاكمة والاعتذار لمصر وللشعب العربي بشكل عام عن هذه الجرائم، والتعويض لأسر الضحايا. بلا شك يجب إذا مصر في وقت من الأوقات اقترحت فكرة الاعتذار والتعويض، هذا شيء أخلاقي أساسي في العلاقة بين أي واحد، بين أي ناس، إنه إذا في اقتراح لازم إسرائيل توافق وتشكر مصر حتى على هذا الاقتراح، لأنه اقتراح إيجابي، وهذا زي الرماد الأخضر، تقول مصر لإسرائيل تفضلوا امشوا مهدنا الطريق فاذهبوا إلى تسامح. وإذا إسرائيل رفضت هذا الاقتراح هذا غلط عظيم، لا أفهم معناته من ينسح لرؤساء الحكومة الإسرائيلية بالشؤون العربية فلم يعلموا وين عايشين، وهو ممكن لا يجب عليهم أن يكونوا مستشارين شؤون أمريكية وليس شؤون عربية. يعني أي واحد بعرف العربية والحياة الشرفية والشرف العربي والشرف الإنساني العربي لازم أن يقبل هذا الاقتراح بإيد مفتوحة ويقول له يا مثل وسهلا أنا مستعد بكرة أنا. بشيء من هذه الروح، مؤمنا بأن له حقا أخذ منه عنوة بالقوة، قرر الأسير المصري المنسي كغيره أن يستعيده عنوة بالقانون. يقتات اليوم وأسرته الممتدة على فتات سيارة أجرة، هو نفسه أجير عليها. أفلت بها ذات يوم من زحام القاهرة إلى زحام المحاكم، فأقام عام 95 دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة بحق إسحاق رابين وإيريل شارون والقاتل المعترف إريه بيرو.
يعني انا الوقت ده سبب ان انا رفعت دعوة على اسرائيل ان انا كنت في السعودية، وكنت لاجل حظي في شركة الحجاج اتوبيسات للجيش السعودي كان بينقل بيها اسرى عراقيين من الحدود لمنطقة في السعودية اسمها الأرطوية. في المنطقة دي شفت معاملة الجيش السعودي للأسير العراقي، كان بيدولهم خرفان يذبحوا وياكلوا لحمة مشوية، ويدولهم يشربوا سجاير، ويدولهم كل حاجة، وكانوا عايشين أحسن عيشة. فقلت الله، طب انا كنت أسير عند إسرائيل، ما عملونيش كده، والله لا ارفع عليهم قضية. لكن دعوى أمين عبد الرحمن رفضت على الفور، كما رفض غيرها بحجة عدم الاختصاص. قضيته بين يدي الله، ومعذبه بين يدي الشيطان، وهذه الدعوة بين يدي الدولة. بحكم مسؤولية الرئيس لهيئة قضايا الدولة بدأت أستعد فيما لو طلبت من الدولة رفع إقامة هذه الدعوة، فبدأت أجمع ما جزء من اللي بيتصل بالموضوع. أولها اتفاقية جنيف سنة 49 وتعديلها اللي تم سنة 68، وكل ما نشر من مقالات أو أبحاث في الموضوع ده جمعته وعملت فايل احتياطي. من يومها انتظر محامي الدولة تلك المكالمة الهاتفية بالتكليف. مر أكثر من 5 سنوات، نسى هو نفسه أنه كان في انتظار مكالمة. انظر، لو أراد مواطن مصري أو عائلة مصرية قضاء أحد فلا أحد يمنعهم، إنه قرارهم. لو شعروا بأن الحق معهم فليفعلوا، لا يجب عليهم الخضوع لأي أوامر سياسية للقيام بذلك، إنه قرارهم. ربما القضاء الإسرائيلي قد يجد المنفذ لتقديم هؤلاء المجرمين، حتى وإن كان الزمن قد أخذ على هذه الجريمة الكثير، ولكن هذا الموضوع يجب أن نضعه أمام القضاء الإسرائيلي ليقول كلمته. وإن كان القانون هو في الأساس تفسير روح القانون. إنما احنا بصدد اتفاقية دولية، فبيحكم التقدم فيها أحكام هذه الاتفاقية. فإذا كانت الاتفاقية بتقول مفيش تقادم، يبقى النص القانون الإسرائيلي لا يطبق، لأن احنا بنحكمهم أو بنطالب بحقنا قبلهم استنادا لأحكام الاتفاقية وليس استنادا لأحكام القانون الإسرائيلي. في النظام الإسرائيلي أنه هناك تقادم على جرائم بعد سنوات عديدة، ولذلك لا يمكن محاكمته، ولكن يمكن تخلاص العبر إذا كان مسؤولية لمسؤول إسرائيلي، سواء قائد كبير أو ضابط صغير. أنت تتحدث عن مفهوم التقادم. مفهوم التقادم ينسحب في القانون، ولكنه لا ينسحب على جرائم الحرب. وأذكر الإسرائيليين أنفسهم بأن جرائم النازي ضد اليهود لم تسقط بالتقادم. كيف تسقط جرائم في الحرب ضمن بالتقادم؟ هم أنفسهم لم ينسوا من قاموا ضدهم بأعمال في الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن لا زالوا يتعاقبونهم بالمطاردة القانونية والسياسية. فلماذا يحل له ويحرم عليه؟ أعتقد أنصحك بوضع حد لهذه المقارنة الغبية الشنيعة فورا. لا، أنصحك بالتوقف. مفهوم؟ اوكي. شوف البجاحة انه بيرفع قضية لترداد دكان ومش مهم عن الناس اللي ذبحهم وقتلهم. وبعدين عمال تقول لي ديمقراطية في إسرائيل وحضارية. أين هي الحضارية؟ أين حقوق الإنسان؟ اللي يعمل عملية جريمة زي دي يبقى إيه؟ يبقى يعني إنسان متوحش. لا يمكن إنسان إنك يجي واحد أسير معه سلاح وتقتله وبعدين تقول لي حضاري. حضاري منين؟ الجندي النفر أو الضابط أو الموظف الذي يقوم بأي عمل قد يكون نتيجته أضرار للآخرين، فإذا كان هذا العمل قام به وفقا لأمر، فهذا الأمر يعطيه أيضا
أيضا الحصاد بعدم تقديمه للقضاء في القضايا التعويض. المادة 12 من اتفاقية جنيف في سنة 49 بتقول يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية لا تحت سلطة أفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتها. معنى هذا أن الدعوة هترفع ضد الحكومة الإسرائيلية سواء كان الضابط أو العسكري اللي ارتكب الفعل المؤثم عايش أو مات. إذا بدنا نعمل هذه المقارنات، إسرائيل طالبت من ألمانيا في فترة ما اعتراف بالجرائم. هون في اعتراف إسرائيلي بالجرائم. War is dirty. If Egypt would occupy Israel, الحرب قذرة. لو كانت مصر قد احتلت إسرائيل فإنني متأكد من أن آلاف الآلاف من الأطفال والنساء كانوا سيقتلون ويغتصبون. الجميع يعلم ذلك. حدث وقام هؤلاء الفلسطينيون باحتلال إسرائيل سيكون هناك حمام من الدم. there will be here a bloodshed. الجبهة السورية عام 73 وفي مصر لم يجدوا حتى اليوم لا الجند ولا جثثهم. فإسرائيل تحاول بطرق دبلوماسية وبواسطة العالم أن تتحدث عن المسؤولين في سوريا ولبنان ومصر من أجل التعاون لإيجاد هذا جثة أو لإيجاد هؤلاء الجنود أحياء. As I said, I was totally in plaster cast, 2 legs and my left hand. كنت داخل قميص من الجبس، رجلاي وذراعي اليسرى، وقضيت وقتا طويلا في الحبس الانفرادي، ومنعوا عني أحيانا الطعام والماء، ومررت بجميع أنواع ما يوصف بالتعاملات الجسدية لإجباري على إجابة الأسئلة. لقد كانت تلك حقا فترة عصيبة من حياتي. So by and large, that was a very unpleasant period in my life. لا يصلح لهذا. أستطيع أن أؤكد أن من تقاليد العملية المصرية العريقة صاحبة التاريخ الطويل احترام الاتفاقيات الدولية واحترام أسرى الحرب. فلا يمكن لمجرد اعتراف أحد الطرفين بجريمة معينة أن يكون رده رد هجومي على الجانب الآخر واتهمه بنفس الشيء بغير سند ولا دليل. أصل يعني أنا عاوزين ننبه للشيء. السلام ليس لحظات هانئة. السلام إجراءات تفاهم على مصالح مشتركة. من مصلحتي إن إسرائيل ما تطلعش في تصوري شوية مجرمين، ومن مصلحتها أيضا ومن مصلحتي أقول لناسي إذا شخص ارتكب جريمة هذا الشخص يحاسب وظروف كانت كذا واعتذروا بكذا. وانا ماشي شديد على الارض دي، ازاي اروح لهم برجلي؟ انا معاك وانا معاك. انا غير مقتنع قناعة كاملة بأي متر تقوم عليه إسرائيل، لكن إذا قبلنا هذا المر فعلينا أن نقبله بلا إنقاص بكرامتنا. عندما تضمن الأمة العربية أننا في سلام مع إسرائيل ليس خوفا منها إنما هو شرف عروبة. قول لي والله أنا مضيت معاهم ومش ناوي أنفذ. قول لي كده، قول لي أنا مضيت معاهم ودي هدنة. أقول لك هي هدنة؟ طب إيه الإهمال بتاعك ده؟ من فضلك يلا ادهن لي الإزاز أزرق، يلا اعمل لي الحيطان قدام البيوت، يلا اعمل لي تجنيد اجباري للبشر، يلا اعمل لي خطط حرب، والا هتهمك لا مؤاخذه انك كذاب في كله وانك مش مهتم بحاجه وبتنصب على الشعب المصري. يا جماعه احنا مش عايزين مشاكل، مش عايزين مشاكل، احنا فرصه. السلام سلام، ده احنا عايزينه وهم كمان عاوزينه. هم مش عايزينه، احنا اللي قدمناه، احنا اللي بدأناه. خدنا قصده ايه؟ ده امر واقع يتغير. لما تلاقي سيدة تبكي في نهاية المسرحية وتقابلني مع بناتها تقول لي أنا مبسوط إني لقيت ولادي بيبكوا على شيء. الخطورة في دول، الخطورة في دول الذين لم يحاربوا هذا العدو ولم يدركوا الخطر القادم من هذا العدو
الخطورة دول اللي هم طلعوا وقد لهم النمط الغربي والنمط الأمريكي بالذات أمركت كل شيء بالنسبة لهم هي الخلاص الوحيد، هي المخرج الوحيد. أنا بسأل نفسي وأنا لست من دعاة الحروب لا دموي ولا إرهابي ولا حاجة يعني، بسأل نفسي احتاجت مصر في يوم ما أن تدافع عن نفسها، من سيدافع عنها؟ ما تتكلم يا أستاذ سيد. يا مسألة قاسية فعلا. ده كان زمان الوضع، دلوقتي اختلف بقى في اتفاق. معقول ابو ده اتفاق لو اللي ماتوا دول كانوا ثمن. لا تتعلق قضية أسرانا في حروبنا مع إسرائيل بما مضى بقدر ما تتعلق بما هو آت. أي مثال نقدمه للأجيال القادمة إذا ما هي اضطرت يوما إلى حمل السلاح؟ من يحمي ظهرها؟ ومن يضمن لك أن سهما أتاني من الخلف أن يجيئك من 1000 خلف؟ من حق إسرائيل أن تحاول دائما كسر شوك الولاء في قلوبنا، ومن حق ولو أحيانا أن نقاوم، فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في القلب لا تنتقص. أقلب الغريب كقلب أخي، أعيناه عين أخيك، وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟ سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من 1000 خلف. أنا عاوز أقول كرسالة، عاوز أقول أول رسالة للشهداء اللي كانوا معايا اللي موتتهم إسرائيل عدل من السلاح عاية عطاشة، واللي موتتهم إسرائيل من ضمنهم أخويا، أقول لهم الله يرحمكم. دي واحدة. وعاوز أقول لكل العالم يبصوا للقضية ديت كده ويعرفوا يا إسرائيل عملت إيه. وعاوز أقول لحكام إسرائيل إذا مسكت أي أسير من أي دولة عربية سواء كان فلسطيني من جنوب لبنان من حزب الله من منظمة أمل من الأردن من سوريا من أي حتة، احترموا كأدمي يا أخي، احترموا كأدمي. يعني الدول الثانية تحترمك، الدول الثانية تحترمك. لما أنت تحترم الأسير تبقى الدول الثانية تحترمك. وعاوز أقول برضه للحكام بتوعنا الله يعينكم، الله يعينكم في اللي انتوا فيه ده، في مفاوضات السلام من ناحيه وفي ده من ناحيه والحاجات دي. انا مش عارف هم مستحملين ازاي، انا بستغرب. يعني حسني مبارك ده الله يكون في عونه، بيستحمل استحمال انا بعذره. يعني لو انا منه ما استحملش. هو ده عنده جلد فظيع. وعاوز اقول لرجاله القوات المسلحه المصريه ما تنسوش ان انتوا خير اجناد في الارض. للحصول على نسخة من هذا البرنامج اتصلوا بشركة الناظرة